السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبنا عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل البريوش او بمعنى اصح المنجقونة البورسعيدي. حاجة كده وصفتها جميلة قوي وحاجة كده خيال بجد. اوعدك انك انتي هتعملي احلى بريوش ممكن تاكليه في حياتك. طبعا كلنا عارفين ان البريوش قطعة من المعجنات، طعمها خيالي جدا. النهاردة انا جبتلك الخلاصة بتاعت البريوش، الخطيرة الهشة جدا الطرية، الغنية جدا. وكمان المكونات بتاعتها سهلة قوي وبسيطة جدا، مش خزعبلية. حاجة كده وهم. وكمان بكذا شكل انت هتقدري ان انت تعمليها وبسهولة قوي. مش هتحتاجي فيها ولا نشابة ولا حاجة. لا، ده هي بايديكي كده هتقدري ان انت تعمليها وسهلة قوي. بس اهم حاجة خليكي معايا لاخر الفيديو علشان في خطوات كده لازم ان انت تعمليها. وكمان هوريكي ازاي ان انت تلوني البيض بالالوان الجميله دي وبطريقه سهله، ولا هنغليها على النار ولا اي حاجه. ويلا نسمي بسم الله ونبدا الوصفه بتاعتنا. انا معايا هنعمل دلوقتي المحسن الخبز الطبيعي اللي هو على البارد. نص كوبايه من الدقيق، عليهم معلقتين من السكر، وعليهم معلقه ونص من الخميره الفوريه. وهنحط عليهم نص كوبايه من الميه الدافيه، ونقلبهم لحد ما يوصل للقوام ده. تعالي بقى نشوف الوصفة اللي بعد كده. هجيب كوباية من السكر البودر، عليهم معلقتين من اللبن البودر، عليهم معلقتين من الكريم شانتيه، ممكن تبدليه بالزبادي، وعليهم كمان معلقة من البيكنج باودر. وهنركنهم على بعض على جنب، وهنجيب الدقيق اللي هو متعدد الاستخدامات، اللي هو بتاع المعجنات. وهنجيبهم كده ونحط عليهم الدقيق يكون منخول. وهجيب المحسن اللي انا عملته طبعا يكون خمر، هحط عليه 3 بيضات، وهنزل بالخميرة اللي انا عملتها. هكون مدوبة معايا كوباية من الزبدة، ويكون معايا كمان كوباية ونص من الحليب. هبتدي ان انا اضيفهم بالتدريج، وهنزل ايه بالعجينة بتاعتي، ولازم اخدمها خدمة كويسة جدا على ايديا. ولو عندك عجان يكون احسن، علشان هي بتاخد عجن كويس جدا. لازم تعجني فيها اكتر من 7 دقايق على الاقل، علشان تديكي عجينة طرية وهشة جدا وجميلة قوي. وبعد كده هتسيبيها في مكان دافي لمدة نص ساعة لحد ما تخمر معاكي ايه الخمر الكويس. وبعد كده هنزلها على سطح كده مرشوش من الدقيق. سطح ما يكونش مرشوش دقيق ولا اي حاجة، سطح ناشف. وبعد كده هبتدي ان انا اقسمها كويرات زي ما انت ما شايفة كده. وبعد كده هنلون بقى، هنشوف بقى الالوان بتاعتنا دي احلى بقى ايه. طريقة بقى جينا للخطوة الاخيرة اللي هي طريقة التشكيل. انا هجيب اللي هي الالوان اللي هي الجل اللي هي اللي صالحه للاكل. هجيب قطعه من العجين وهبتدي انزل بيه نقطتين كده نقطتين لحد ما اجيب اللون اللي انا عايزاه بالظبط. اي لون بقى انت حباه. يعني انا عملت اللون اللي هو الفوشيا، وعملت لون تاني اللي هو البني. طبعا جبنا الالوان دي وفضلت ادعك في العجينه كويس جدا لحد ما ادتني اللون اللي هو المناسب، اللون اللي انا عايزاه بالظبط. ابتديت اني انا ادعك فيها كده لحد ما جبت الالوان اللي انا محتاجاها، وسبتهم على جنب علشان يخمروا مره كمان. جبت قطعه عجينه بقى، وابتديت ان انا اقطعها قطع صغيره، والفها كده على ايديا على شكل رول، وانزلها كده على شكل الحلزون اللي هو الشوريك الحلزوني زي ما بيقولوا. في ناس بتسميه حق شوريك، في ناس بيسموه في بورسعيد اسمه منجقونه، وعندنا احنا هنا بنسميه بريوش. يعني ليه كذا اسم، وفي ناس كتيرة قوي عارفينه بالأسامي دي. فبعد كده بعد ما شكلنا أول صاج، هنجيب تاني صاج برضو ونشكله بالشكل دون. حلزون من فوق وحلزون من الناحية التانية، شكله برضو لذيذ قوي. ده الشكل التاني بتاعنا. تعالي بقى لما اوريكي كمان احنا ازاي نلون البيض. خليكي معايا لحد اخر الفيديو علشان في خطوات كتيرة جدا لازم نعملها علشان يطلع معاكي احلى بريوش تاكليه. كده احنا خلصنا الشكل التاني. تعالي نعمل بقى ايه الشكل التالت اللي هو اللي بالالوان بقى. هنجيب قطعة قطعة كده، هنجيب القطعة البني ونعملها برضو على شكل رول، والقطعة اللي هي الفوشيا وبرضو نعملها على شكل رول، وحتة كمان من البيضة. وهنبتدي ان احنا نعملها على شكل الضفيرة، نضفرها.
طبعا في الوقت ده احنا كنا متبهدلين بصراحة بسبب الضفيرة دي. طبعا عشان اللي ما بتعرفش تضفر بقى هتتبهدل بصراحة. هنجيبها بقى كده هنضفرها بطريقة عادية خالص سهلة قوي. بتعكسي واحدة يمين وواحدة شمال وبتعكسيهم مع بعض. بس كده. هنعمل بس كذا واحدة كده علشان تعرفي تعمليها معايا. اهي بصي، واحدة يمين وواحدة شمال، واحدة يمين وواحدة شمال، لحد ما بتخلصيها كلها. جميلة بجد وشكلها حلو قوي. وكلها كمان ممتعة. هنجيب بقى كيس كده فاضي هنحط عليه نقطة من الألوان اللي هي صالحة للطعام برضو. وبعد ما سلقنا البيض بيتسلق سلق كامل. بعد ما نسلقه نروح حاطينه كده في على الكيس ونحط اللون ونبتدي ندعك القشرة من بره. هتديكي اللون اللي انت عايزاه. هنجيب لون تاني ونبتدي ان احنا برضو نعمل فيه نفس الحركة اللي احنا عملناها في البيضاية الأولانية. هنعمل كده البيض على قد ما انت ما عايزة. انا يا دوب عملت هم 4 بيضات بالظبط. بس كده عشان نفرح بس الأولاد والعيال في البيت كده جميلة قوي بصراحة. وحاجة كده ممتعة وانتي قاعدة كده وبتعملي الحاجات الجميلة دي. هنجيب كمان اللي هو البرونز اللي هو الصالح برضو للأكل. البرونز اللي هو الفضي. وابتديت ان انا ألمع كده على الوش عشان يديني إضاءة كده وحاجة كده حلوة. وجبت اللي هو اللون اللي هو الذهبي. نفس الكلام برضو وابتديت ان انا احطه على سطح القشرة كده من بره. جميل قوي بصراحة وشكله حلو جدا. بصي كده. بصي هقرب لك الكاميرا عليه. بصي شكله. بص شكله لذيذ قوي ازاي والتمويهات بتاعته شكلها حلو قوي. وسبته لحد ما ابتدى ينشف خالص بره. وبعد كده ابتديت ان انا احطه جوه الضفيره بتاعه البريوش. جبت بقى بضايه حطيت عليها معلقه من القهوه علشان الزفاره بتاعه البيض. وابتديت ان انا ادهن بيه الوش. وده رشه سكر كده حطيتها على الوش. وابتديت ان انا ادخله الفرن على درجة حرارة 180. ما كملش 10 دقايق بجد اقسم بالله 10 دقايق بالظبط في الفرن كان سخن على شبكة في النص. ودخلته الفرن وطالع بالشكل اللي انت شايفاه الجميل ده. وبصي هش جدا. هش وخفيف قوي وطري جدا بجد. بصوا حتى الشكل اللي هو الحلزوني جميل ده. جميل قوي. حتى شكله لذيذ وشكلها جميل قوي. وبعد ما خلصته بجد عملنا كذا شكل منه حلوين بصراحة وشكلهم حلو جدا. وحتى الطعم طعم خطير خطير خطير. غير خالص غير مختلف تماما عن اللي بتشتريه من بره. انت عاملاه بخامات حلوة قوي لبن وزبدة وبيض. انت معجنتهوش بمية. انت عجناه بحاجات غنية ومغذية لأولادك. بجد حاجة جميلة قوي وفرحي أولادك بالألوان الصيفي والألوان بتاعت شم النسيم والألوان الجميلة. وبألف هنا وشفا. لو أول مرة تشوفي الفيديو بتاعي ما تنسيش تعملي لي لايك وشير واشتراك للقناة. لو الفيديو عجبك بجد يا ريت تعملي لي شير علشان ناس كتير تشوف الفيديو وناس كتير تعلق لي عليه. مستنية تعليقاتك في التعليق. وكمان هكتب لك الوصفات بالظبط الوصف كامل بالمقادير كاملة. هتلاقيها في الديسكريبشن تحت علشان لو حبيتي ان انت تطبقي عليه هنزل لك الوصفة كاملة عليه. باي باي.